ويا مساء الخير، مرحبا، كيفكم؟ بتمنى تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو. جيتكم ليلة فيديو جديد. لو انتوا اول مرة بتشوفوني انا لانا، بدعوكم انكم تشتركوا في القناة، لايك وشير. لو عجبكم الفيديو ما تنسوا انكم تكتبوا لي كلمة حلوة في الكومنت، بكون سعيدة جدا جدا وانا برد عليكم. الليلة حنعمل مع بعض كيكة شوكولاتة. حبيت اعمل معاكم مقدار كبير يكفي لصينية الفرن، مقاس 60. فانا حاستخدم لكن قالبين، ما حاعمل في صينية الفرن، بس المقدار بيكفي لكم الصينية الكبيرة. اول حاجة عندي 5 بيضات، كوباية وربع من الحليب، كوباية من السكر، كوباية إلا ربع من الزيت. المقادير كلها بالكوب المعياري. حاكتب لكم كمان المقادير في صندوق الوصف، أو حاكتب لكم تحت الفيديو إن شاء الله. هضيف ملعقة كبيرة من الفانيليا، رشة ملح. حأخلط الخليط كويس جدا في الخلاط. ممكن كمان تضربوه بالمضرب اليدوي، أو ممكن كمان تستخدموا الخفاق الكهربائي اليدوي، الحاجة اللي متاحة عندكم ومتوفرة عندكم. بالنسبة للدقيق، عندي 3 كوبايات دقيق مبدئيا حأضيفه، ممكن تزودوا على حسب القوام بتاع الكيكة بتاعتكم. عندي 3 كوبايات من الدقيق، أضفت عليهم ملعقة كبيرة من الباكنج باودر، نص ملعقة صغيرة من البيكنج صودا. حضيف عليهم 4 ملاعق كبيرة من الكاكاو أو نص كوب كاكاو. الكاكاو اللي أنا بستخدمه كاكاو خام، بس ما نوع الكاكاو اللي بيمرر، فعلشان كده حتى لو ضفت كمية أكبر ما بيمرر، بتحسوا طعمه كأنه شوكولاتة، ما بتحسوا بطعم المرار. في أنواع كاكاو بيكون طعمها مر كده، فأنتوا على حسب نوع الكاكاو اللي بتستخدموه تضيفوا الكاكاو. انا اضفت 3 ملاعق كبيره من الكاكاو. بحب كيكه الشوكولاته يكون لونها داكن كده، ما بحبها تكون لونها فاتحه. بعد كده هقلب المكونات الجافه كلها مع بعض كويس جدا. بعدين هضيف الخليط السائل وابتدي اني اقلب. انا اضفت ال3 كوبايات دقيق، ما احتجت لهم زياده. اذا انتوا احتجتوا تزودوا شويه دقيق، بتقدروا تزودوا شويه شويه على حسب قوام العجينه معاكم. قوام الكيك طبعا بيكون قوام سائل وكثيف. انا بالنسبه لي انا حاستخدم القالبين. حاستخدم القالب ده لانه كنت طالعه وشايلاه معي، وكمان حاعمل في صينيه البايركس، او صينيه تكون مربعه. فانتوا تقدروا تستخدموا اي قالب انتوا حابينه، اذا كان قالب كبير، او تستخدموا صينيه الفرن مقاس 60 بتكون معاكم تمام. انا هنا حاضيف تقريبا ربع القالب. ما حابه انه الكيكه اللي في القالب دي تكون عاليه، حابه تكون قوامها شويه وسط. يعني انا اضفت ربع القالب، لما تنتفخ في الفرن تقريبا بتكون كده تقريبا نص القالب. حجيب خله او اي حاجه، حمشي على الخليط من فوق، طبعا طريقتي المعتاده علشان الكيكه تطلع معاكم مسطحة وما تكون هرمية. هدخلها الفرن على درجة حرارة 200 من فوق ومن تحت لحد ما تستوي. بقية الكمية أنا هنا عندي الصاج ده حاخد فيه لحد ما آه اللي في الفرن تستوي. بعدين هدخل البقية. تقدروا انكم تستخدموا زي ما قلت لكم صينية اكبر من كده، وتقدروا تقسموا الخليط على قالبين على حسب الحاجة المتاحة عندكم. بس الكمية اللي انا عملتها لكم بتكفي لصينية الفرن مقاس 60. فبس كده هخلي القالب ده لحد ما الفرن تستوي. بعدين ادخل اللي في الفرن، لانه القالبين مع بعض ما بيدخلوا. عايزه الصينيه تكون في نص الفرن. فبس كده هخليها على جنب. الفرن طبعا مشغل على درجه حراره 200 من فوق ومن تحت. لما الكيكه تستوي بتطلع معاكم بالشكل ده. القالب السيليكون ده بيتفتح كده زي ما انتم شايفين. هافتح القالب وبعد كده هقلبه. طبعا لانه كثير منكم حيسالوني من وين القالب. يا جماعه القالب ده انا مشترياه زمان، تقريبا قبل 5 أو 6 سنة من رتاج، وكان سعره تقريبا 25 ريال، اللي هو بيجي من تحت قاعدة زجاجية بتدخل الفرن عادي وبتتحمل الحرارة، وكمان السيليكون حراري بيدخل الفرن. فأنا مشترياه من بدري، ما عارفة أسي إذا ممكن يعني تلاقوه أو لا، بس إذا أنتوا في السعودية بتلاقوه في رتاج إذا كان متوفر. يعني أنا مشترياه من بدري خالص، يعني تقريبا 5 أو 6 سنة. بس كده بعد ما قلبت الكيكة، أنا هنا عندي شوكولاتة خام، ذوبتها بس على حمام مائي وحأضيفها من فوق كده. وتقدروا تعملوا أي تزيين انتوا حابينه. ممكن كمان تعملوا صوص شوكولاتة منزلي، الحاجة اللي متاحة عندكم ومتوفرة. أنا بس كنت مستعجلة، فللقالب الصغير ده عملت شوكولاتة خام، أما للقالب الكبير عملت شوكولاتة منزلية. حنزل لكم إن شاء الله طريقتها بكرة. هنا جبت شوية ورد مجفف كده اللي هو قابل للأكل، وحزين بيه كده من فوق، حاجة خفيفة جدا. بيتاكل وطعمه جميل، يعني ما انه حاجة غير قابلة للأكل. تقدروا تزينوا بمكسرات أو أي حاجة متاحة عندكم ومتوفرة. هقطع الكيكة كده زي ما انتوا شايفين. القالب ده لأنه أنا طالعة وحأخده معاي، زي ما قلت لكم خطيت فيه الشوكولاتة الخام، بس ما دخلتها التلاجة لأنه عايزاها تكون سايلة، وغير كده إنه الجو بارد شوية. الشوكولاتة الخام إذا دخلتها التلاجة فبتجمد معاي، فأنا ما كنت عايزاها تجمد، عشان كده خطيت الشوكولاتة على الكيكة وخليتها برا على طول، ما دخلتها التلاجة.
بس انه هي مع البرودة برضو بتحسوها مسكت كده وجمدت. شايفين يا جماعة الكيكة كيف خفيفة وهشة فلافي كده، وطعمها يا جماعة ما اقول لكم كيف رهيب. طعم الكاكاو اللي في الكيكة على طعم الشوكولاتة رهيب جدا جدا جدا. لو انتوا شفتوا الفيديو لحد هنا لازم انكم تجربوا الوصفة دي وتكتبوا لي في الكومنت او تنزلوا لي تجاربكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد بكرة، وفي امان الله.